في هذا الفيديو نحكو شوية على القادم الجديد للمنتخب الوطني المدافع آيت نوري. اولا آيت نوري يقدر يلعب في الدفاع ويقدر يلعب في الهجوم، يقدر يلعب ظاهر ايسر ويقدر يلعب جناح ايسر. حاليا في النادي تاعو المدرب تاعو الاسباني راهم موظفوا جناح ايسر، يعني قادر يلعب في بلاصة بن سبعيني وقادر يلعب في بلاصة بلايلي اللي في زوج كرهنا منهم من التصرفات تاعهم. وهذا رانا نشوفوا في مهارات آيت نوري في الهجوم. السيد خلط نورمال كيما هذه اللقطة خدمو راح يزقرت السيد. آيت نوري يلعب ستيل تاع عطال شيكور تاع مراوغات ورابيد بزاف. السيد طيارة مام في الدفاع ثاني قوي بزاف وصعيب باش تراوغو راس راح يكون إضافة كبيرة للمنتخب الوطني. وهذا اللاعب ماهوش فراجيل اللي تقول ما يقدرش يلعب في افريقيا، والله السيد حار ويلعب خشوني بزاف اغريسيف، وعنده لي روتري مش نورمال يجيبها لك في راسك نابته. بهذا المستوى اللي راه فيه آيت نوري حاليا قادر يروح لاقوى انديه في اوروبا وينافس ويلعب اساسي نورمال. راح يكون منافس شرس لبن سبعيني في المنصب تاعو، وراح يكون ثاني منافس شرس لبلايلي بالرحمه في الجهه اليسرى. كما هذا يلعب عدة مناصب، راح يكون لاعب إيجابي للمنتخب الوطني وراح يولي تشوكر في إفريقيا. هنايا في هذه اللقطة كيفاش خلط هذا المدافع، تحسب رونالدو راه يراوغ مش آيت نوري. آيت نوري خلط، آيت نوري كاين ويراوغ ويدخل الكارديزويت يدخل كيما هنا في هذا الفيديو. ان شاء الله يكون فعل خير علينا، وان شاء الله يلتحقوا باقي اللاعبين المغتربين، وان شاء الله ندو لا كوب دافريك الجايه.